الكرام، رجعنا لكم مرة أخرى في مواصلة لبرنامج تونس اليوم. المرة هذه باش نختموها كيف العادة بالأخبار الرياضية، وكنقولوا رياضة نقول زميلي رضا كرويدة اللي التحق بينا الآن ومش وحده المرة هذه. نرحبوا بسي منصف شارقي اللاعب الدولي السابق. مرحبا سي منصف. بيك يعيشك، بارك الله فيك. مرحبا بيك. ورضا مرحبا كيف أكيد اليوم خليك تقدم الضيف نتاعك. أكيد اليوم باش يكون بحثنا تويك على بلاتو الجنوبية اللاعب الدولي السابق ولاعب النادي الافريقي والمدرب الحالي خارج ارض الوطن المنصف الشرقي. سي منصف، لو الجماهير تحب تسال على اللاعب منصف الشرقي والمدرب حاليا وين موجود؟ والله تو موجود في الخليج، ندرب عندي من 2007 2008، ندرب بين السعوديه والبحرين. كان اختيار معناه انه في ظل عده اشياء معناه صارت في كل وقت هذاك، اخترت اني نكون للاسف واحد ماذا بيه يكون في بلاده بين عائلته بين اهله واصحابه، لكن نظرا للظروف في الوقت هذاك خيرت اني نكون ندرب خارج تونس. وكيف كيف هو تدريب سواء في تونس او خارج تونس ويبقى تدريب في الاول والاخير. خليني نقول انا اللي منصف الشرقي انا نعرف التاريخ نتاعك، كنت وقت اللي كونت فريق كبير بصراحه نقولوا فريق جندوبه الرياضيه، وربما صارت اشياء خلتك انت تقرر باش ما عادش تدرب في تونس. والله من الاشياء الاساسيه والكبيره اللي خلتني نخرج من تونس هي الناحيه ذي. معناها في السنه هذيك معناها كونا فريق باقل امكانيات، فريق عمل عده نتائج ممتازه وجيده والناس كل تكلمت عليه وشافته سواء من ناحيه النتيجه ومن ناحيه اللعب، لكن ما رانا من بعد الا صارت عليه حمله. نقولوا الفريق اللي هو جندوبه الرياضيه. جندوبه الرياضيه طبعا، وبالتالي ضر اللي تابعين جندوبه الكل في الوقت هذاك، وخلاو معناتها الفريق ينزل للدرجه الثانيه في وقت اللي هو كان يستحق يكون في الاربعه والخمسه الاوائل في الدوري الممتاز التونسي. سي منصف، نمشيو تويك نحكيو على ربما قاعدة تتبع في المسيرة نتاع المنتخب الوطني التونسي، وبعد الانسحاب من الشان المنتخب الوطني التونسي تنتظروا مباراة كبيرة ضد كاب فير الرأس الأخضر، معناها مباراة من أجل بلوغ دور المجموعات من تصفيات كأس العالم. مباراة مهمة. نتصور اللي سواء الجهاز الفني ولا الإداري ولا كل اللي يتابعوا في المنتخب يعرفوا اللي ما عادش اليوم ما عادش نحكيو على كاب فير ولا الموزمبيق ولا بوتسوانا، ذوم اضعف منا في الكره. لا، اليوم الخريطه الرياضيه تغيرت، المنتخبات يعني تغيرت. اليوم نشوفوا في مفاجات كبيره. الكاب فير هذا في الكاس الافريقيه الاخيره ما تعمل عمل ما باركور به ياسر. على الفريق نتاعنا اليوم اللي هو قاعد بين نارين، بين الشان وبين كاس افريقيا وكاس العالم. يعني الامور بصراحه خاصه في الوقت هذا بالضبط نعرفوا اللي التونسي في شهر جويليا وجوان واحد يا يحس نفسه مرتاح ذهنيا، يعني مهيئ نفسه، يا داخل في تحضيرات. اليوم اللاعبين نتاعنا بطوله عندها سنتين ولا ثلاثه ماهيش منظمه. مباريات اليوم كاس 2011 2012 مازال ما تلعبش، كاس 2012 2013 صحيح معناتها صار. هو سي منصف جبت على الكاس، جبت على الكاس. هي بالنسبه للسنه كان كاس تونس موجود اللي هو كاس الجامعه في اخر معناها قبل بجمعتين ولا كاس. هذه الاشياء ما نحبدوهاش بصراحه. اليوم الكره التونسيه والرياضه التونسيه وصلت لمستوى كبير، وتشوف ايش يحكيوا علينا في الخارج وفي الخليج وفي الواحد متى ياخذوا بنا الامثله. يعني في ما نلزموش نتاحوا في الاشياء هذه، وتكون برامجنا من هنا ل 10 و 15 سنه اخرين لازم يكونوا واضحين ويعرفوهم الناس الكل. حتى كيك تقع البرمجه وتقع على تكوين الفريق وتكون الاهداف نتاعنا اللي نحبوا نوصلوا لها لانه عارفين بعد 10 سنين ولا 5 سنين عارفين روحنا وين ماشيين. كيك نقدروا ننظموا ونقدروا نبرمجوا، لكن بالطريقه هذه نتصور ان الناس كل لا مدرب يقدر يخدم ولا لاعبين يكونوا منظمين ولا حد شيء معناه يكون في الثنيه اللي نحبوه احنا واللي نحبوا نوصلوا بها الكره التونسيه. اليوم نحكيوا على منتخبنا يستاهل انه يكون في كاس العالم بصراحه. نظرا للمستويات نتاع الفرق اللي كانت تنافس فينا كيما المغرب والجزائر والواحد، معناها احنا نتائجنا احسن منهم. اليوم مصر شويه رجعت بعد الخيبه نتاعها الاخيره رجعت، لكن نقول المنتخب التونسي برغم العثره نص عثره لانه مش بالفريق كامل في الشان، نتصور اللي الفريق نتاعنا في حاجه المسانده اكثر، ونحيوا هذايا فلان تابع فلان وفلتان تابع فلتان وهذا لازم نكسروه خاطر تابع. لا، احنا نحكيوا على الرياضه التونسيه، نحكيوا على منتخب يهم التوانسه الكل، لازم ناخذوا مع المدرب مهما كانت اخطاء ومهما كانت ايجابياته ومهما كيف اللاعبين. ما فماش انسان ما عندوش اخطاء وما عندوش سلبيات ما عندوش ايجابيات.
اليوم يلزمنا نخدموا مع منتخبنا، مع مدرب المنتخب، مع اللاعبين نتاعنا، حتى الفريق نتاعنا يمشي للي احنا نحبوا. اللي كان غدوه يمشي منتخبنا لكاس العالم، راهي تونس كامله باش تستفاد، مش فلان ولا فلتان، تونس كامله. العديد من الفنيين يلوموا المدرب نبيل معلول باختيار الطريقه الدفاعيه. نبيل معروف، كرة القدم التونسية معروفة. إذا كان نشوفوا من الناحية الفردية، الكرة التونسية كان قارنها على الأقل بالجيران نتاعنا الجزائر والمغرب ومصر وليبيا، واحد فنيا فرديا أحسن منهم، لازمنا نكونوا واضحين. لكن التونسي عنده حاجة مهمة، التونسي عنده ناحية تكتيكية متطورة برشا، التكتيك الدفاعي الفردي والجماعي. دائما يخلي المدرب يقول لك انا نمشي للشيء اضمن واللي ينجح الكره التونسيه واللي نجحنا به الى حد الان، سواء مع لومير سواء مع كاسبار زاك، سواء نجحنا كان بالطريقه هذه. لو كان نرجع نشوف المنتخب نتاعنا من 15 20 سنه، هذيك طريقه لعبه، تغيروا المدربين لكن هي طريقه لعبه، 3 محاور، سكر، انتظر، ما نجموش نعملوا اللعب اليوم بصراحه، وننتظروا المساحات ونمشيو من تالي ونفوزوا ونربحوا، وكنا ناجحين نلعب بالشيء اللي ننجح به. لكن انا نقول اليوم وصلنا لمرحله اللي يلزمنا نتغيروا شويه، يلزمنا نعملوا شويه لعب، يلزمنا خاطر عندنا بعض اللاعبين اليوم في جيل جديد من اللاعبين اللي فنياتهم تبارك الله طيبه، ما تستاهل انه نوسعوا بيننا معهم اكثر ونلعبوا كره اكثر. والدليل انه في المباراتين الاخيرين كنا متاخرين في النتيجه في الشوط الاول، من بعد خلي ان بدينا بطريقه دفاعيه ولا بعقليه دفاعيه وبالاعتماد على كنا نحكيوا عليه الهجمات المرتده، وقت اللي شفنا خاسرين ولينا مجبورين علينا باش نلعبوا اللعب، وعملنا اللعب ورجعنا في النتيجه وخرجنا متعادلين خارج الديار نتاعنا. وهذا ما يدل اللي عندنا بعض اللاعبين تو صغار تبارك الله اللي نجموا وقادرين باش يغيروا شويه من وجه المنتخب ونوليوا نلعبوا اكثر ونفرجوا اكثر. سي منصف، نرجع لفريقك الام وفريقك الاصلي النادي الافريقي. أيوة. كيفاش تشوف وضعيه النادي الافريقي؟ انا بصراحه وضعيه النادي الافريقي كابن النادي الافريقي قبل ما نكون مدرب النادي الافريقي وضعيته الحاليه ما تعجب حتى حد، ما تعجبش حتى حد يحب النادي الافريقي اكيد يعني. لو كان نقارن بالفرق الكبيره الاخرى في تونس، معناها الاخرى تشارك في البطولات الافريقيه وتشارك، النادي الافريقي يتفرج. اليوم النادي الافريقي يتفرج بالرغم اللي ما صارت تغييرات في المده الاخيره. صحيح التغييرات، وانا موافق ان التغييرات مش باش تعطيك اليوم في مده قصيره باش تعطيك تغيير شامل وكامل. صارت عده تغييرات في الفريق على مستوى اللاعبين. للاسف بعض اللاعبين جاوا النادي الافريقي كنا نتصوروا باش يعطيوا الاضافه، لكن اتضح انهم غير جاهزين باش يلعبوا في النادي الافريقي. فما اسماء كبيره جات، لكن من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الذهنيه كانوا غير جاهزين، وكانوا يتصوروا انه كي يجوا النادي الافريقي يكفي اسمهم. لا، يلزمهم يخدموا 4 مرات ضعف اللي كانوا يشتغلوا فيه قبل باش يلعبوا في النادي الافريقي. النادي الافريقي فريق ضغط، اللي ما يعرفش يلعب تحت الضغط في النادي الافريقي عليه من تو يقول لهم انا ما نجمش نلعب في النادي الافريقي ويمشي على روحه. النادي الافريقي فريق ضغط، حبينا ولا قعدنا، يا تقدر تلعب فيه يا تنسحب لانك ماكش راح تفيده. على مستوى اليوم الاموال وضخ الاموال في النادي الافريقي تبارك الله، اللاعبين الكل معناتها يخلصوا بشيء خيالي، معناتها نسمع في ارقام عندهم يعني سليم الرياحي على هيك تبارك الله. ربي يزيدوا سليم الرياحي وان شاء الله يفيد النادي الافريقي، وان شاء الله ما احنا لهنا شكون من اللاعبين اللي تراه ماهوش صالح باش انه يقعد في النادي الافريقي وتقول له برا اخرج من تو؟ والله انا ما نحبش نقول اللي هذا يخرج وما هو صالح، لا، انا نقول جاوا لاعبين عملوا حسابات غلطه، كيما الجمل كيما الغربي كيما هذوما عملوا حسابات غلطه. جاوا اليوم من شهر ديسمبر 2012 اللي اليوم لاعبين كان بالوقت، يمكن مانيش عندي الوقت بالضبط، لكن يمكن ما فماش ماتش كان ما فماش 90 دقيقه. معناها الان النادي الافريقي ولا اللاعبين هذوما، حتى خلينا من النادي الافريقي، اللاعبين هذوما يرضاو على انفسهم، هذوما لاعبين دوليين وحتى حد ما يشك في امكانياتهم. هل عندك لاعب دولي ولاعب كبير تسمح لنفسك انك توصل للحاله اللي شفتهم فيها في مباراه النجم الساحلي مثلا؟ بالضبط. بصراحه انا بعيد على تونس كي شفتها جاتني كالصدمه كيفاش لاعب بالمستوى هذاك وبالوزن، تشوفوا في الميزان حتى في التلفزه تشوف معنا على المسؤولين والاداريين وخاصه الجهاز الفني يتحمل مسؤوليتهم في اللاعبين. يا اخي اللاعب هو راهو موجود لهنا باش يتبع اش مطلوب منه، عنده ريجيم وعنده متابعه اسبوعيه كان ماهيش يوميه، ويلزم اذا كان عنده وزن زايد حسب المتفق عليه يلزمه يتعاقب، ومن حقه كيف باش يطالب بفلوس ويطالب بما يرجع له للنادي، لكن زاد من حق النادي انك تطالبه وتحاسبه. شنو من شهر انا نعاود نقول راهو عمر جمل والا فتح الغربي هما لاعبين راهم كونفيرمي، لاعبين كبار، لكن كنا ننتظروا منهم اكثر من هكا من
كنا ننتظروا اكثر من هكا في النادي. صحيح النادي الافريقي عندي مده ما مشيلهاش، لكن نتبع من بعيد وقاعد نشوف وقاعد ديما متابع وعندي اصدقائي وديما نتكلموا. فيما يخص الانتدابات الجديده في النادي الافريقي، انا مانيش متاكد من حتى انتداب. شنو هو الانتدابات الجديده اللي صارت توا؟ ما زلت باستثناء ربما خالد القربي. معناها خالد القربي انا واحد من الناس كمدرب خليني من انا عمري ما نرجع بالتوالي نمشي لقدام. هل انه اليوم خالد القربي كان في الترجي مشى لقطر رجع للنادي الافريقي، شفنا قبل اللاعبين اللي خرجوا ورجعوا ما عطاوش حتى شيء. اليوم الكره تمشي لقدام، اليوم فما لاعبين لازم نعطيهم حظوظ اكثر، لازم نعطيهم فرصه اكثر. انا بصراحه ما عندي حد شيء ضد القربي، لاعب ممتاز ويعجبني، وانا كمدرب نقبله في اي فريق في القربي اللي نعرفه القديم، لكن انا كنت نخير انه نجيبه وسام بن يحيى قبل القربي في النادي الافريقي بصراحه. اكيد الناس صراحة كلها يعني تحكي على وسام بن يحيى. معنا وسام هو صغير وانا نعرفه مليح على جميع المستويات، لكن دائما ابن النادي وقت اللي يطلب حاجه يروا انه تمرد على النادي ويجي واحد اخر معناه من فريق ولو انه الكره ما عادش فيها ابن النادي. لكن ديما انا خويا نحب ابن النادي بصراحه، نحب ديما ابن النادي، وابن النادي لازم نعطيه حقه. هل انه اليوم وقت اللي وسام يحيى يقول نحب كذا والا مطالب كذا نقول له لا انت ولد الناس لازمك تاخذ اقل ولا ربع اللي يطالبوا الاخر؟ لا مش معقول. لكن انا نقول ان شاء الله النادي الافريقي يراجع نفسه. النادي الافريقي مش في حاجه لاسماء كبيره، النادي الافريقي في حاجه المجموعه متجانسه، مجموعه قريبه لبعضها، مجموعه تعرف تلعب مع بعضها، وما حشناش بنجوم كبار في النادي الافريقي. انا ناكد ذلك ما حشناش بنجوم كبار في النادي الافريقي. سيمون في السر نتاع الجماهير معناها الكبيره نتاع النادي الافريقي. النادي الافريقي من ناحيه جمهوره معناتها الحاجه اللي اليوم النادي الافريقي قاعد بها، والنادي الافريقي عدى بسنوات سنوات وسنوات من غير ما اخذ القاب، وكل مره تشوف عدد جماهير النادي الافريقي تزيد. النادي الافريقي يعني ايش باش نقول لك انا مش باش نقول كما قال بن شيخه شعب، لا نقول النادي الافريقي مؤسسه كبيره عندها تاريخها، عندها ناسها، عندها رجالها، وحاجه بالله في الموضوع هذا يا سيدي ماذا بينا ما نسوش هذا النادي، سواء كانوا مسؤولين سواء كانوا لاعبين قدم سواء كان فما ناس ما عادش تراهم وكانوا ممكن يفيدوا النادي الافريقي. نشوف في ناس يجيو من بعيد ما نعرفش منين يجيو من حقهم باش يخدموا في النادي الافريقي ما دام يحبوا النادي الافريقي، لكن الكفاءات اللي خدمت في النادي الافريقي وعندها تجربه في النادي الافريقي ماذا بينا نستفادوا منها. فما ناس ما تجيكش الكفء انت تمشي له لازمك تجيبه، مش هو يجيك ما يجيكش. معناها تحب توجه نداء انت نداء نداء النادي الافريقي ما يلزمناش نفرغوه من مضمون، ما نفرغوش من اولاده. وقت اللي انا مثلا نمشي الحديقه ما نراش روحي انا اللي انا عشت النادي الافريقي بصراحه نحس روحي كاني غريب، نجبد روحي ونرجع. معناتها وقت اللي انا من عمري 12 سنه وانا في النادي الافريقي حتى اني كملت ولليوم والغدوه وما تنساش اللي انا دربت النادي الافريقي في وقت من الاوقات وخذيت النادي الافريقي في ظروف صعيبه وتعبه وعملنا نتائج جيده ومن غير فلوس زاد رانيت الناس الكل يعرفوا هذا ما خذيتش فلوس لو في النادي الافريقي باش تعرف. هذا مش غريب على المنصف الشرقي. سي منصف نمر مباشره قبل ما ننهي الحصه لمشاركه الانديه التونسيه في كاس. نبداو بكاس رابطه الابطال الافريقيه. الترجي الرياضي التونسي في مواجهه غدا ضد ريكرياتيفو الانغولي. والله مباراه صعبه، تنقل صعيب، تنقل حتى على مستوى التعب. ما انت شفنا سووا 3 طيارات يظل ياخذوا حسب المعلومه اللي عندي خذوا طياره خاصه من غادي فما طائرتين اخرين باش ياخذوهم في الداخليه طيران داخلي. اليوم الترجي في مرحله انتقاليه، الترجي مش ترجي اللي نعرفوه قبل. الكره الانغوليه يعني كره سريعه وفنيه. معناتها مباراة فيها ريسك كبير، نتمنوا النجاح للترجي اللي يبقى ديما عنده التجربة نتاع السفرات هذه الافريقية والمباريات اللي من نوع هذوما، يعرفوا كيفاش يخرجوا منهم بحكم التجربة اللي اكتسبوها اللاعبين نتاع الترجي في السنوات الأخيرة، ويعرفوا كيفاش كما قلت لك التونسي نرتاح من حاجة من التونسي وقت اللي يكون موش في يومه يغطي بالامور التكتيكيه والامور التكتيكيه الجماعيه، يقدر يغطي ويحضر ماتشو الجاي في ظروف احسن. كاس الكاف الفتح الرباطي يستقبل النادي الرياضي بنزرتي. نفس الشيء بالنسبه لدير الفتح الرياضي الرباطي، معنا معروف فريق ممتاز في المغرب، عنده نفس طابع اللاعب تاع النادي البنزرتي، يحب الكره. النادي البنزرتي اليوم قوته في الانتظار وراء والاستغلال المساحات اللي تجي من تالي. نتصور النادي البنزرتي عنده امكانيه كبيره انه يفوز اليوم، ولو ان المباراه دائما داخل الميدان داخل في ملعبه في بنزرت المباراه، لا في الرباط سامحني، في الرباط نقول النادي البنزرتي عنده حظوظ اكثر باش تربح، اكثر من اللي حظوظها في تونس.
دربي تونس، دربي النجم الرياضي الساحلي والنادي الصفاقسي في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. دربي على فريقين كبار يلعبوا كرة ممتازة جدا. الفريقين السنة وراونا معنا مستوى جيد، خاصة النادي الصفاقسي والنجم الساحلي كيف زاد لكم درجة أقل. نقول للنادي الصفاقسي يمكن عنده حظوظ أكثر من النجم الساحلي، نظرا لانه اكثر استقرار تو من النجم الساحلي، اللي عنده بعض الاصابات، اللي عنده بعض الامور اللي ما زالت مش واضحه في النجم الرياضي الساحلي من ناحيه الانتدابات. لكن النادي الصفاقسي نشوفه مستقر اكثر، ولو انه النادي الصفاقسي كيف يلقى صعوبات لما يلعب في صفاقس. نعم، شكرا لك. اذا سي منصف الشرقي لاعب دولي سابق، شكرا لك على الحضور وعلى الايضاحات هذه كله والتحليل ما قبل المباراه يظهر لي. شكرا لك ايضا زميلي رضا كرويده، يعطيكم الصحه الناس الكل انتم وين ما كنتوا تابعوا في برنامج تونس اليوم مجلتكم الاخباريه. نقابلوا دائما في نفس التوقيت. شهيه طيبه، تصبحون على خير.